ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. النهارده بقى يا حبايب قلبي هعمل معاكم حاجه كده جميله جدا. وكمان قلنا ايه نغير شويه. معايا ايه يا ام كريم؟ معايا الحله دي ما حطيتش فيها غير بصل وايه وطماطم. يا حبايب قلبي نص كيلو لحمه اهو، زي ما انتم شايفين. قلت كده اسلقه، كان عندي في الفريزر طلعته. قلت اعمل معاكم النهارده يا حبايب قلبي حبه لحمه وايه بطاطس كده طبيخ، وحبة بقى رز بشعرية او رز ايه حبة وحبة. قلنا بقى نغير شوية. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا حطينا ورق لوري وحطينا طماطمايه وحطينا بصلايه. زي ما انتم شايفين لسه هنحط حبهان، وكمان هنحط فلفل اسود وملح. بس الملح مش دلوقتي خالص علشان اللحمة بتاعتنا تستوي. طيب قلبي بقى اللحمة بتاعتي هتستوي، وهنقطع مع بعض البطاطس ونعمل مع بعض برضو الصلصة. ولو انت لسه جديدة او انت لسه جديدة على القناة، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار باي حاجة جديدة انا هنزلها. وشكرا على الدعم اللي فات، وشكرا على الكومنتات الجميلة اللي بتفرح قلبي. طبعا حابة تحطي جزر برضو براحتك في الايه في الشوربة بتاعتك، حابة تحطي بصلاية برضو براحتك. في ناس بقى بتحط حبهان وقرنفل وحاجات كده كتير. شايفين حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين هنا اهو ايه قلبي دي بطاطس انا قشرتها ونقعتها كده زي ما انتم شايفين في الميه. وكمان هبتدي اعمل معاكم ايه، هبتدي اخرطها مكعبات، ولا تخينه او ولا رفيعه، مكعبات متوسطه. بس انا قلت على ما اللحمه تتسلق اقشر البطاطس ونقعها في ميه، ونعمل مع بعض الرز ونعمل مع بعض البطاطس وايه اللحمه طبعا يا حبايب قلبي هحطها في الفرن. بصوا هنا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اللحمه اهي استوت وخليتها ايه كده دايبه. وكمان هدخلها الفرن وشربتها زي ما انتم شايفين كده صافيه. تقدري تعملي لسان عصفور او تشربيها جنب الاكل، طب بيبقى طعمها جميل جدا. او تشيليها تعملي مثلا مكرونه اي حاجه محمره تقومي حاطه فيها الشوربه. او هتعملي مثلا محشي، ما ببقى عايزه اعمل محشي وما عنديش شوربه بطلع الشوربه دي من الفرن. زي ما انتم شايفين دي الصلصه بتاعتي انا حطيتها على النار كده تغلي. طبعا حاطه فيها كده حبايب قلبي حتتين من الدهنه اللي في اللحمه علشان كده تسلي معاهم، والبطاطس بتاعتنا تبقى كده دسمه معانا وكمان تبقى جميله. يلا بقى يا حبايب قلبي لايك واشتراك في القناه علشان نكبر بيكم يا احلى عيله في الدنيا. وشكرا على الدعم اللي فات، شكرا على الكومنتات الجميله، وشكرا من القلب بجد بجد. طيب قلبي هبتدي كده اقطع معاكم البطاطس اهو. ابتدي كده نقطعها زي ما انتم شايفين اهو. كمان اعملي صينيه بطاطس باللحمه بيبقى طعمها جميل جدا. استغني عن بطاطس الطبيخ، وهنعمل النهارده حبه رز بشعريه او حبه وحبه حسب ما انتي ايه الرز بتحبيه. اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. طبعا لو سامعين صوت ميه صوت اي حاجه معلش، عشان ايه حبايب قلبي بنتي بتصبن ايه الشقه بره. اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، وانا واقفه بقى بعمل الاكل. طبعا خلصنا حاجات بسيطه بس انا واقفه برضو بعمل الاكل على ما هي تخلص. اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي بنبتدي كده نخرط البطاطس. انا اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي ببتدي اقطع معاكم البطاطس. اي اكل موجود عندك في التلاجة طلعيه واعمليه. ان شاء الله نص بانيه حمر جنبه بطاطس، اعمل جنبيه حبه سلطه، اعمل جنبيه شويه رز، مفيش حاجه هتقول لا. شويه مكرونه اي حاجه عندك طلعيها واعمليها. طبعا شكرا يا جماعه على الكلام الجميل اللي سمعته على العدس دوت. انا لما بيبقى عندي عدس بصوره الكلام ده بطلعه وبعمله. مش كل طبعا حاجه لحمه وفراخ لحمه وفراخ. طبعا الظروف بقى يا جماعه الايام دي ما تسمحش وكل حاجه غاليه. انا لما بتبقى عندي الحاجه في الفريزر بطلعها واعملها. دي طبعا البصاره اللي هو الفول المدشوش هعمله، بس هتشوفوه في فيديو تاني. انا حبيت اوريكم يعني ان انا الحاجه عندي بس ايه اللي موجوده عندي بعمله عشان كمان العيال ما تزهقش. بعمل كشري، بعمل قرنبيط، بعمل عدس، بعمل بصاره، بعمل اي حاجه، اعمل عدس بجبه. اي حاجة عندك موجودة في البيت اعمليها. يا جماعة اي حد بيتفرج على الفيديو ياريت كده تقدروني وتحطوا لايك، علشان بجد والله العظيم يا جماعة بتعب في الفيديو جدا. وكمان بنتي الصغيرة يعني ما بتسكتش، فكتر الله في خيري يعني ان انا بعرف اعمل معاكم الفيديوهات، او كتر الله عوني ان انا بعمل معاكم فيديوهات، لان هي ما بتسكتش خالص. فادعوا لها كده بقى ربنا يهديها. اهو زي ما انتم شايفين طبعا اكيد سامعين صوتها في الفيديو عشان هي بتعيط. قطعت البطاطس كلها زي ما انتم شايفين، هديها غسله تاني علشان تنزل كل النشا اللي فيها. وبعد كده بقى احطها تغلي مع الصلصه، واحط اللحمه في الفرن واحط لها كده صلصه وفلفل اسود واظبطها واحطها في الفرن. شايفين كده يا حبايب قلبي الصلصه بتاعتي غليت. هبتدي انزل بايه بالبطاطس وهبهر معاكم اللحمه، احط لها فلفل اسود وصلصه وادخلها الفرن واعمل معاكم الرز.
اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال بقى يا جماعه، ما اقولكوش شغل فاخر من الاخر. لايك واشتراك في القناه، وقولوا لي ايه رايكم في الاضاءه في الكومنتات، وقولوا لي رايكم كده في جوده التصوير حلوه ولا لا. انا ابتديت يا جماعه احسن لكم في اضاءه التصوير شويه بشويه، علشان ايه يا حبايبي يعجبهم جوده الفيديوهات بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، ببتدي احط معاكم اللحمه في الطاجن او في الجعبيه بتاعتي، علشان بقى احط لها صلصه. تقدري تعملي كمان تورلي، يعني هيعجبك جدا. تقدري بقى تجيبي اللحمه بس هي ونيه، تقطعيها مكعبات، قومي مديها صدمه بقى بالسمنه البلدي بتاعتك، وكمان ايه تحط لها بقى فلفل اسود بقى وملح، وتظبطيها على النار، هتبقى جميله جدا. جربي مش هتندمي. ادينا كده حبايب قلبي حطينا اللحمه زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى احط لها الصلصه وهبهرها واحطها فين، هحطها في الفرن. زي ما انا قلت لكم ده نص كيلو لحمه، ما كانش عندي يعني لحمه كتير، مش فاكره كان بتاع ايه. تقدري تحطي كمان بطاطس وبسله، يعني تعملي تورلي كده معتبر، وجزر وكوسه، هتظبطي الطاجن وهيبقى طعمه جميل جدا. نحط فلفل اسود ودخلها الفرن كده حبايب قلبي. ايه فلفل اسود زي ما انتم شايفين. كنت كمان يا جماعه من فتره عامله لهم بسله ورز، كان عندي بقى بسله طلعتوها عملت بسله ورز بس، مش لازم ولا لحمه ولا فراخ. اه والله العظيم. يعني انا عيالي يا جماعه ما بيبطلوش على الاكل اللي موجود في البيت بياكلوه، اذا كان ايه بصوره بطاطس اي حاجه، جيبي تونه اي حاجه والله يا جماعه. هدخلها بقى يا حبايب قلبي الفرن ونعمل مع بعض الرز عشان انا رغايه قوي. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده هبتدي احط الزيت اهو. طبعا هنا البطاطس، وهنا دي كان الحله اللي انا سالقه فيها اللحمه اللي ورا دي، ودي البطاطس سايباها بتغلي كده على النار. وهنا يا حبايب قلبي هبتدي اعمل معاكم ايه، هعمل الرز. جبت هنا الحله بتاعتي، حطيت الزيت، حطي زيت على سمنه، ابتدي انزل بالشعريه سايبه برضو. انا ما بجيبش اكياس دلوقتي، الحاجه بقت غاليه، فكل حاجه سايبه والله احسن من الشعريه من الاكياس، كله واحد يعني. دي زي دي، مش دي هتطلع معموله ودي هتطلع مش معموله، كله هيطلع معمول. بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين هنا كده ايه، بعمل معاكم الشعريه زي ما انتم شايفين. هبتدي كده يا حبايب قلبي ايه، هحمرها معاكم. يعني يا جماعه هعمل معاكم النهارده حبه رز بشعريه مفلفلين، وكمان بيطلع طعمه جميل جدا. فانا ايه يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده ببتدي احمر معاكم في ايه، في الشعريه. طبعا انا غسلت الرز وصفيته. انا بحب الشعريه يا حبايب قلبي في اللون ده، لون جولد كده زي ما انتم شايفين اهو. حبايبي هنبتدي ننزل بالرز معاكم اهو، وهنبتدي نقلب. طبعا انا عامله نص كيلو رز، انا بس بحب اكتر في الشعريه. وهحط الملح واحط الميه السخنه واسيبه على نار عاليه في الاول، بعد كده لما يتشرب اوطي عليه النار للناس المبتدئه او الناس اللي لسه متجوزه او العروسه الجديده اهو. هنبتدي نحط الملح ونبتدي كده نقلبه بس شويه لحد ما الميه بتاعته تتشرب او الرز معانا يتكتك. قلبي زي ما انتم شايفين ببتدي كده اقلب معاكم الرز لحد لما كده ايه يتكتك معانا، ونبتدي ننزل بالميه السخنه او الميه الساقعه عادي، براحتك عادي اي ايه ميه. يعني الناس اللي هتقولك انا هحط ميه سخنه عادي، يعني ميه ساقعه ميه سخنه عادي، حط ميه ساقعه عادي. زي ما انتم شايفين هبتدي انزل بالميه بتاعتي ميه ساقعه عادي اهو، ولو عايزه ميه سخنه من الكاتل برضو براحتك اهو. زي ما انتم شايفين يا دوبك بس الرز كده ايه، اول ميه تغطي وش الرز، معلين عليه في الاول، بعدها ب5 دقايق يتشرب، نوطي عليه شمعه لحد لما ايه حبايب قلبي يستوي معايا. هوريكم بقى يا حبايب قلبي الشكل النهائي للاكل كله معانا النهارده كان عامل ازاي وطعمه كان عامل ازاي. كمان اعملي سلطه، اي حاجه حابه تعمليها اعمليها، بتنجان مخلل، انا عندي ليمون وفلفل هطلعهم معاكم. بقى هنا يا حبايب قلبي ده كده الشكل النهائي. بصوا ما شاء الله اللحمه طبعا لسه طالعه من الفرن، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. طبعا ده الرز بصوا مفلفل ازاي وجميل، بصوا اهو اوريهولكم كده من فوق. ودي البطاطس الطبيخ بتاعتنا مستويه برضو ومفيش فيه اي حاجه. ما شاء الله الاكل جميل جدا. بصوا الجمال يا جماعه ما اقولكوش بقى على العظمه. لايك بقى واشتراك في القناه علشان نكبر بيكم يا احلى عيله في الدنيا. انا بوريكم اهو الجعبيه بتاعت اللحمه بتاعتنا. بصوا يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين، حبيت كده اوريكم اللحمه، وده الرز مفلفل وكل حاجه ما شاء الله جميل. طيب قلبي الشكل النهائي، لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي حاجه جديده انا هنزلها. شكرا على الدعم اللي فات. لايك بقى واشتراك في القناه علشان نكبر بيكم يا احلى عيله في الدنيا. قولوا لايكوا بقى في الكومنتات وقولوا لي كنتوا عاملين اكل ايه النهارده، واشوفكم في فيديو جديد ونقوم مع بعض يا حبايبي. سلام.